بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا مستشفى رويال في الواقع احنا هاي فكرة اجت بين اطباء، وانا احد المؤسسين مع هذول الاطباء. بلشت معنا بال 2012 كفكرة، وانجزناها على ارض الواقع من 2012 لليوم لحديت ما اشتغل المستشفى. المستشفى بقع يعني بمنطقة شارع الأردن، أوكي، منطقة حيوية جدا، وهو يتميز في نمط البناء تبعه الزجاجي، ويتميز بالنمط الداخلي زي ما انتم شايفين في منطقة الاستقبال. وراح يكون عندنا احنا في الوقت الحالي عندنا المرحلة الأولى شغلنا 57 سرير غير أسرة العناية المركزة، وبالمراحل المتقدمة راح يكون عندنا إن شاء الله مع الافتتاحات والتوسعة 200 سرير. ال 200 سرير هذول راح نكون إحنا إن شاء الله قادرين على التعليم للأطباء، في يكون الكادر لطبي، ويكون كمان المساندة من التمريض والأعمال الآخرة. في عندنا أقسام متعددة في هذا المستشفى، منها قسم الخداج والعمليات والنسائية والتوليد والتفتيت الحصى، وحدة تفتيت الحصى، وحدة العلاج الطبيعي، وعندنا مختبر يعني كمان جدا متميز من جد الفحوصات جميع العالم الموجودة عندنا، وعندنا بالقسم الأشعة. وكمان نتميز بالمستشفى عندنا عيادات خارجية هي متصلة في المستشفى، فيها جميع الاختصاصات من استشاريين أطباء واختصاصيين، متوفر بجميع الأوقات. طبعا ما بنحكي 24 ساعة، الطوارئ متوفر فيها طبيب وأخصائيين لل 24 ساعة، ولكن بأثناء الدوام جميع الاختصاصات في هذا المستشفى يعني كلها متوفرة، من جميع الجراحات وجميع الاختصاصات النسائية واختصاصات الباطني والأطفال جميعها مغطاة. احنا هنا ماخذين منهج معين انه اللي يكون الطبيب المستلم الطوارئ هو اخصائي حاصل على البورد الأردني او من الأطباء المؤهلين، اوكي. وطبعا بالفترة كلها دائما هذول باتصال مع الاستشاريين، بأي حالة عندهم بالاتصال الاستشاريين عشان المريض يأخذ أحسن عناية ممكنة في عنا في المستشفى. نعم. مرضاكم محليين ولا في أيضا عندكم؟ طبعا عندنا من الدول العربية شقيقة ومحلية. في الوقت الحالي أغلب الجنسيات اللي بتيجي هي الجنسية السعودية. هسه بتعرف المنطقة حوالينا ملتهية ومشتعلة، فعاد السياحة العلاجية خفت عنا في الوقت الحالي، ولكن وعدونا إن شاء الله من رئيس الوزراء انه تكون الامور يفتحوا الامور علينا، وان تكون تسهيل الفيز وهي الامور، وباذن الله بصير في تحسن. جميع العمليات من الصغرى للكبرى، من عمليات احنا العمليه الوحيده اللي هسه بصدد انه نسويها هي القلب المفتوح، اما جميع العمليات الاخرى من عظام جميعها بتتسوى، من عمود فقري، من عمليات الدماغ، من عمليات التوليد، من عمليات الجراحة العامة اللي هسه منتشرة هي عملية السليف التكميم، كل جميع العمليات كل شيء نشغل عندنا في المستشفى، من عمليات المسالك ومن جميع الجهاز الهضمي، كل شيء متوفر عندنا لأي نوع من أنواع الجراحات. عندنا العمليات عندنا العمليات توفر فيها، يعني احنا أول ناس على مستوى المملكة عندنا عمليات كلها قواطع زجاجية، واحنا اول ناس قمنا في هذا العمل، وهي بتوفر بيئه ملائمه للجراح وبيئه ملائمه للمريض، انه ما في بكتيريا، وكل هاي الامور يعني باحدث تقنيات واحدث ما توصلت اليه على مستوى العالم. في الوقت الحالي عندنا 6 غرف عمليات وكلها مجهزه بتجهيز جدا عالي، واللي كما راح تشوفوه ان شاء الله لاحقا، وراح يتوفر شغلات جديده ان شاء الله، وراح يكون عندنا بالقريب العاجل ان شاء الله اللي هي وحده غسيل الكلى، اللي هي راح تخدم هاي المنطقة من الشمال ومناطق وسط البلد ومن جرش ومن إربد، المناطق القريبة من الجبيهة. راح يكون عندنا وحدة حوالي تقريبا من 12 ل 14 سرير، هاي تعتبر وحدة على مستوى المستشفى انها كبيرة بإذن الله. بعض المراجعين مرات بيكون معه تأمين صحي خاص. نعم. هل أنتم معتمدين لدى الشركات التأمين؟ لأغلب الشركات نعم معتمدين، لأغلب الشركات التأمين. نعم.